ما تقارنيش نفسك بحد. تمام؟ انا من اول A1 مش بعرف اترجم تركي، مش هتعلم اللغه التركيه. لكن لو فضلت مستني الحظ خليك مستني. مرحبا arkadaşlar، nasılsınız؟ اهلا بيكم في فيديو جديد. صاحبتي قالت لي بصي الناحيه دي، ما تبصيش الناحيه دي، يعني ما تبصيش لنفسك في الكاميرا، بصي للكاميرا نفسها. تمام. الفيديو النهارده هيبقى عباره عن ازاي احقق حلمي او ازاي اوصل لحلمي. اصلا انا مش جايه لكم وانا محققه حلمي، انا جايه لكم وانا بسعى لحلمي. اقول لكم ايه الحاجات اللي خلتني مستمره وهستمر في مرحله السعي. فيلا بينا نبدا. اول حاجه لازم اعرفها هو انا فعلا عايزه الحاجه دي ولا لا، هو انا فعلا ده حلمي ولا لا. اعرف الكلام ده ازاي؟ مش هعرفه عن طريق ان انا ابص للنتيجه بتاعت شخص وان انا عايزه ابقى زيه. لا، انا ابص هل انا فعلا قادره ان انا اقدم التنازلات اللي الشخص ده عملها عشان يوصل للنتيجه دي ولا لا. فلازم اول حاجه نتعلمها ان كل حاجه في الدنيا لها تنازلات. يعني لو شخص عايز يشتري تليفون عشان يبدا يوتيوب، هاي مريم، لا انا بص دلوقتي ليا في الكاميرا عشان انا فعلا كنت الشخص ده. فلازم التنازلات اللي يعملها ان هو اي حاجه نفسه فيها وضروريه، يعني هي فعلا كان في حاجات ضروريه انا كنت بتنازل عنها عشان خاطر ان انا احوش الفلوس واجيب التليفون ده. طب دي تنازلات، هل انا فعلا كنت قد التنازلات دي؟ يبقى انا فعلا محتاجه التليفون. طيب حلم ان انا يبقى معايا اللغه التركيه. طيب انا لازم علشان يبقى معايا لغه لازم ان انا بقى قد التنازلات ان انا ما اجيش على دراستي عشان خاطر ان انا اتعلم لغه جانبيه. فهل انا فعلا عايزه اوصل للحلم ده؟ يعني ان انا اخلق نفسي وقت اضافي للمذاكره. يبقى خلاص انا كده فعلا عايزه فعلا الحلم ده، فهنلاقيني بسعاله. مش قده خلاص يبقى ده مش حلمي، يبقى انا مش عايزاه، لان اللي عايز حاجه هيوصل لها. حد نفسه ان هو يفتح يوتيوب، مرة تانية يا مريم. فشخص نفسه ان هو يبقى عنده قناة على اليوتيوب يبقى يوتيوبر، لازم ان هو يتعلم مونتاج، لازم ان هو يخلق وقت للمونتاج، يخلق وقت للتصوير، يخلق وقت ان هو يرد مثلا على الكومنتات، ويعمل حساب ان ممكن يبقى فيه كومنتات سخيفة ومش مشجعة ليه. لازم ان هو يبقى عارف كل الكلام ده. طيب هل انا قادر على الكلام ده كله؟ يبقى انت فعلا عايز الموضوع ده. فما نبصش على نتيجة شخص او نتيجة نجاح شخص ونقول احنا عايزين نبقى شبهه، عايزين نبقى زيه. لا، احنا نبص هو الشخص ده اتنازل عن ايه، وهل انا فعلا اقدر ان انا اتنازل عن الحاجات دي ولا لا. هقدر يبقى انا فعلا قدها وانا فعلا عايزة الحاجة دي. طب مش هقدر، لا، يبقى ده ما كانش حلمي اصلا من الاول. تاني حاجة، ما تستناش الوقت المناسب، اخلق انت الوقت المناسب وابدأ باللي معاك. يعني مثال عني، لما فكرت ان انا ابدأ اليوتيوب، انا مبدئيا كده هو انا اصلا بدأت اليوتيوب عشان خاطر اعالج الرهاب الاجتماعي اللي كان عندي. انا فعلا كنت بقعد سنين، انا طول الثانويه العامه انا ما كنتش بخرج، لدرجه ان هم بنوا عماره قدامنا انا اتصدمت لما شفتها. فانا كان عندي رهاب اجتماعي برو ماكس، وممكن اعمل لكم فيديو عنه. ده كان هدف من ضمن الاهداف اللي انا فتحت فيها اليوتيوب. انت جات لك الجرأه دي لما حرفيا خلقت شخصيه تانية ليا بتقولي يا مريم ما تصدعيناش. بص الناحيه دي. ما تصدعيناش، عايزه تبداي يا بنت الحلال، قومي دلوقتي البسي واقعدي قدام الكاميرا. مش هتبداي النهارده، ما تفتحش الموضوع ده تاني. كنت دايما بخلق لنفسي اعذار، اللي هو لحد مثلا ما يبقى عندي المايك، لحد ما يبقى عندي الرينج لايت، جبت الرينج لايت، بعد كده قلت لحد ما يبقى عندي المايك، لحد امتى. فقلت انا هقعد، طفيت المروحه عشان خاطر يعني انا دلوقتي قاعده بسيح. بسيح حرفيا. طفيت المروحه وبدات، لقيتني نزلت الفيديو. فالوقت المناسب هيجي لما انت اللي تخلق الوقت المناسب وتقوم وتبدأ دلوقتي بالمتوفر معاك. حاجة تاني مثال برضو ليها، لما قلت ان انا اتعلم اللغة التركية، ما كانش فيه اي دعم خالص من ناحية اللغة التركية. مش دعم ليا، هما طبعا اهلي بيدعموني في كل حاجة، بس في حتة اللغة التركية ما كانش فيه دعم خالص.
لما قلت عايزه ابدا اللغه التركيه، لا ابدا الانجليزي الاول. طب انا ما بحبش الانجليزي، انا حرفيا اندر ميح في الانجليزي، فانا مش حابه. انا حابه ان انا ابدا اللغات، انا نفسي اتعلم لغات، بس حابه ان انا ابدا اللغات بلغه انا حباها وعندي شغف ليها، انا عايزه اتعلمها. فما كانش فيه خالص اي دعم. الانجليزي عايزه تنزلي انجليزي هنديكي الفلوس تنزلي كورس وتاخدي كورس، مش هتاخدي الانجليزي خلاص كده مع نفسك. فانا لو كنت بدات الانجليزي فعلا انا كنت هبقى، لان انا عندي عقده منه، او انا ما كنتش بعرف اصلا ازاي اذاكر لغات عامه. انا يمكن فعلا كان اكتر حاجه فعلا حببتني في اللغات هي ان انا فعلا ابدا باللغه اللي انا بحبها. بس ما علينا، هنبقى نتكلم في الموضوع ده في فيديو تاني عن اللغات. بص الناحيه دي. المهم بدات من غير تشجيع خالص، بدات بالمتوفر. متوفر معايا ايه؟ معايا لاب، معايا في ايه على اللاب، في مثلا ابلكيشن اسمه طليق. قلت خلاص انا هبدا بيه. بدات فعلا بالابلكيشن ده، خدت المستوى الاول. المستوى الاول خدته A1 A2 B1. انا حاليا في البي 1. انا لو ما كنتش بدات وكنت استنيت الوقت المناسب اللي اهلي يحنوا عليا فيه وعشان يودوني الكورس، انا ما كنتش بدات لحد دلوقتي. فابدا بالمتوفر. شوف ايه هي الحاجه اللي توصلك لحلمك، حتى لو ما فيش حد بيشجعك. شوف ايه هي الحاجه اللي توصلك لحلمك واعملها. تالت حاجه، مش لازم البدايه تبقى بيرفكت. عادي ان احنا برضو عادي ان احنا نبقى باصين هنا في الاول الفيديو وما نبقاش باصين للكاميرا، فعادي احنا متخيلناش بنعرف تبص. مش لازم البدايه تبقى بيرفكت، مش لازم ان الصوت يبقى احسن حاجه في اول فيديو ليك على تيك توك، على اي حاجه على يوتيوب، مش لازم. فكذلك الامر مش لازم البدايه تبقى بيرفكت في اي حاجه. مش معنى ان انا جبت مجموع وحش في الترم الاول ان انا هقعد طول سنين الدراسه مجموع وحش. ليه؟ لان البدايه ما كانتش مبشره. عادي اتعلم من اغلاطي وهبدا من جديد، اشوف انا غلطت في ايه. انا مثلا الترم الاول اول درجه ما كانتش احسن حاجه. ايه هي الاغلاط اللي كنت بعملها؟ ان انا اعتراف صريح بقى، الامتحان كان بكره كنت اذاكر النهارده، مع ان قبل كل امتحان كان بيبقى فيه اسبوع. طب انا كنت بعمل فيه ايه؟ كنت بسوف. زنقه الكلاب كانت بتعشقني. فالترم ده هل امشي بنفس النظام اللي كنت بمشي فيه في الترم الاول؟ لا خلاص، افشلي بقى، افشلي وما تتخرجيش اصلا وتعيشي طول حياتك كده. لا بقيت انظم وقت المذاكره. مش لازم اي بدايه تبقى بيرفكت. عادي ان البدايه ما تبقاش مبشره، بس انت تخلق من النجاح، من الفشل ده نجاح، تتعلم ازاي تنجح من الفشل. رابع حاجه، ما تقارنش نفسك بحد. ما تقارنيش نفسك بحد، تمام؟ المقارنه عامه خلتني، على فكره دي مش اول مره خالص ان انا اتعلم فيها اللغه التركيه، دي تاني مره. اول مره انا كنت حرفيا انا كنت غريبه. انا كنت في A1 اتفرجت على مسلسل تركي، لقيتني بقارن نفسي بالممثله التركيه. الممثله التركيه اللي هي اصلا متربيه في تركيا ومعاها اللغه التركيه، قارنت نفسي بيها، وان هي بتعرف تتكلم احسن مني. خلاص انا من اول A1 مش بعرف اترجم تركي، مش هتعلم اللغه التركيه. وفعلا ما اتعلمتش اللغه التركيه. بعد كده رحت بقيت ما قارنش نفسي بحد. اللي ترتب على كده ان انا خدت A1 A2 B1. انا فيها دلوقتي، بس هنكمل فين؟ لا انا فيها دلوقتي ومكمله. كذلك الامر هطبقه في اليوتيوب. من الطبيعي ان انا اول فيديو اكيد مش هقارنه بفيديو لشخص بقاله 10 سنين على اليوتيوب. من الطبيعي لو قارنا نفسنا حرفيا مش هنبدأ، هنحس ان احنا فشلنا من قبل ما نبدأ اصلا. طب خامس حاجة، مفيش حاجة بتيجي بالحظ. ما نبصش لشخص ناجح ونقول ده الحظ. عارفين ده مش حاجة تقلله ولا تنقصه، هو هيبصلك ويضحك، بس دي حاجة تأذيك انت. لانك لو حطيت في دماغك ان كل حاجة بتيجي بالحظ، انت تفضل قاعد مستني الحظ. فانت لازم تبقى عارف ان اي نجاح لازم تدفع ثمنه. اي نجاح لازم تبقى فعلا كنت قادر على التنازلات بتاعته.
قادر على التنازلات بتاعته يبقى هتوصل، لكن لو فضلت مستني الحظ خليك مستني. سادس حاجه، خلي حلمك يقربك من ربنا. يعني ما تبقاش نفسك لو انت في مرحله الثانويه العامه مثلا، ما يبقاش نفسك ان انا عايزه ادخل كليه طب عشان خاطر ان انا يتقال عني دكتور. لا، انت المفروض يبقى نفسك ان انت تدخل كليه طب عشان تعالج المرضى. ده حلم يقربك من ربنا، ده حلم فعلا يخلي ربنا عايز يستعملك ما يستبدلكش. خليك شخص مؤثر، خليك شخص صالح مصلح، خلي عملك او نجاحك يصلح اللي حواليك ويصلحك. ما تستعملش نجاحك في ان انت مثلا عايز تتعلم لغه عشان هرب اثار. سابع حاجه، ما تستنوش حد يقول لكم قوموا. قوموا انتوا، ما تستنيش حد يقول لك قومي، ما تستنيش، لان مش هيجي. كل واحد في حاله، كل واحد عنده اولوياته، كل واحد بيسعى. لو استنيتي ان حد يقولك قومي مش هتقومي. ما تستنيش ان حد يقولك قومي صلي، ما تستنيش ان حد يقولك قومي ذاكري، ما تستنيش ان حد يقولك قومي روحي الجامعه عشان امتحانك. انت من الطبيعي ان انت اصلا تبقي انت عايزه تعملي الحاجات دي. ما تستنيش ان حد يقولك انجحي. تامن حاجه، ما تستنوش تقييم حد. من الطبيعي ان في حاجات تعجب اشخاص وما تعجبش اشخاص تانية. لولا اختلاف الاذواق لبارت السلع. فانت قيمي نفسك بنفسك. هل اللي انا بعمله ده هيخدم عليا كمان 5 سنين؟ هل تعليم اللغة التركية هيخدم عليا كمان 5 سنين؟ تمام. بس كده. مهما يقولوا لي اللغة التركية دي مش مفيدة، كلموا براحتكم. طيب هل اليوتيوب هيخدم عليا كمان 5 سنين؟ طب صح. بس خلاص كده، مهما تتكلموا براحتكم، اتكلموا براحتكم. انتوا شايفين ان دي حاجة مش مهمة بالنسبة لكم انتم، مش مهمة لنجاحاتكم انتم. بس هل شايفة ان انتي لما تقومي تذاكري هيخدم عليكي في امتحانك؟ يبقى بس اللي يقولك يا بنتي تعالي خروجي، ده انتي كئيبة، ده انتي بصي الناحية التانية، ده انتي كئيبة، انتي ما بتخرجيش معانا، انتي ما بتعمليش معانا. هل الخروجه بتاعتهم دي هتخدم عليك كمان 5 سنين؟ لا. الاهم ان انا دلوقتي اذاكر عشان خاطر امتحاني. هيقولوا عليا كئيبة؟ قولوا، انا مش مستنيه تقييمكم. انا شايفه ان انا كده صح، يبقى خلاص اتكلموا براحتكم. تاسع حاجه، ما تخلوش الحسد هو الشماعه اللي بتعلقوا عليها غلطكم. مش انا خدت تجربه وفشلت فيها ووقفت يبقى هرجع اخترق لنفسي اللي انا قلته ده، هرجع اخلق لنفسي مبررات انا ليه وقفت عشان اتحسدت. اكيد اتحسدت، ما اقولش لا انا وقفت عشان خاطر انا غلطت في كذا فاعدله، لا انا اتحسدت. ما تخلوش الشيطان يلعب في دماغكم على اساس ان الناس كلها بتحسدكم وبصل حياتكم. كل واحد ليه حياته. ممكن الحسد مذكور في القرآن، بس ما تخلوش هو محور حياتكم. مش اي فشل يحصل ده حسد، مش هكمل خلاص هقف وهعلق بقى غلطي على شماعة الحسد. لا، انا اتعلم من غلطي ده. طيب لو حد مثلا حسدني يبقى الشخص ده مش عايزني اكمل. هل انا مش هكمل عشان خاطر هو مش عايزني اكمل؟ لا، انا هبدأ من اول وجديد. فما تخلوش نجاحاتكم فشلها هو الحسد، لا، فشلها ان انتوا غلطتوا في حاجه انتوا لازم تصلحوها. 10 حاجه، شوف الناجحين وقرب منهم. حتى لو دايرتك ما فيهاش ناس ناجحه، اخلق لنفسك ناس ناجحه. احنا دلوقتي في عصر السوشيال ميديا، يعني في العالم كله موجود على اللابتوب، على التليفون، على ايا يكن. من الطبيعي ان شخص يبقى التليفون بتاعه مليان كوره، من الطبيعي ان هو يبقى دي شغف للكوره. واحده التليفون بتاعها مليان ميك اب ارتست، من الطبيعي ان هي تبقى شخص بيفهم في الميك اب وبيعرف يحط ميك اب كويس. طبعا انا مش من ضمنهم. من الطبيعي برضو ان انت لما يبقى في اشخاص ناجحه في حياتك انت هتقتدي بيهم وهتبقى زيهم. اشخاص بتقولك نصايح صح، اشخاص ناجحه بتقولك هي نجحت ازاي، فمن الطبيعي ان انت تتاثر بيهم. فخلي الاشخاص دي بدل ما هو تليفونك مليان حاجات تافهه بتسكرول في اللا شيء، لا، خلي كل سكرول تعمله فيه معلومه جديده من شخص فعلا ناجح واعمل زيه. فكان ده نهايه الفيديو بتاعنا، اتمنى انك تعملوا بيه وتستفادوا منه. كندني بك، انا فعلا تعبت النهارده لان اليوم كان مرهق جدا. جروشروز